ورجعنا لكم بفيديو جديد من سانوسن. ازاي بقى نعلم اولادنا الفرق ما بين النيدز والوانتس، وازاي ان هم يحاولوا يحافظوا على فلوسهم وفلوسنا. طبعا كل حاجه حوالينا عماله تغلى، وطلبات الولاد عماله تكتر وتكتر، وده ممكن يكون عشان هم ما عندهمش وعي بالفلوس او بالغلا اللي بيحصل. محتاجين نعلمهم عن الفلوس لو عايزينهم يفهموا ان طلباتهم مش دايما سهله. اول حاجه لازم نشرح لهم ازاي بنجيب فلوس من شغلنا وباللي احنا حوشناه. تاني حاجه عايزين نعلمهم يعني ايه اصلا بادجت، وازاي هم يعملوا بادجيتنج بمصروفهم او الحاجات اللي هم بيعملوها. وده ممكن ينفع عن ان احنا مثلا ناخدهم واحنا بنعمل شوبينج في البيت ونوريهم ثمن كل حاجه وغليت بقت من كام لكام، فيبتدوا يفهموا الدنيا اللي احنا عايشين فيها ازاي بتمشي بسرعه وازاي بيحصل فيها تغيرات كتيره. وهنا بقى عايزين نفرق ونبين لهم قوي الفرق ما بين احتياجاتهم والحاجات اللي هم بس عايزينها، يعني الفرق ما بين النيدز والوانتس علشان يقدروا يرتبوا اولوياتهم. ومن هنا بقى نقدر نبتدي نشرح لهم ازاي يحافظوا على فلوسهم وفلوسنا والفيزا. طبعا حاجات لازم نكفرت، ان هو ان محدش يفتح محفظتي، ان محدش يقول السي في في نمبر اللي بيبقى في ظهر الكارت لحد، لو هم خدوا الكارت واستخدموه ازاي يستخدموه، يكونوا فاهمين بالظبط ان هو الكارت ده ازاي ممكن يتسرق من عليه فلوس. وممكن فكره جديده ان احنا نعمل تشالنج مع بعض ونحدد مثلا رقم اللي احنا ناويين نحوشه مع بعض ونعمل ده از تشالنج، فكده نكون فهمناهم الغلا اللي احنا عايشين فيه ازاي بيأثر علينا، وازاي هم كمان ليهم دور في ده، وازاي يحافظوا عليه. بس